ايوه يا فريدة. ازيك يا نادية؟ عاملة ايه؟ معطلاكي؟ لا قولي. اجيلك على امتى النهاردة؟ تعالي لي بالليل في اي وقت. طيب، يا ريت يحيى ورمزي ما يعرفوش اني جايالك. وهيعرفوا ليه؟ هو في حاجة حصلت؟ لما اجيلك هبقى اقولك يا نادية. ماشي حبيبتي، هستناكي. باي باي. ايوه يا شاذة. عاملة ايه؟ انا كويسة. انا فرحت قوي لما رمزي قال لي ان كل حاجة بقت تمام. يا رب على خير. بقولك ايه، انا كنت عايزة اجيلك النهاردة ضروري. تنوريني في اي وقت، بس فريدة جايلي بالليل. فريدة؟ طب بصي، ممكن بعد ما تمشي تكلميني، هجيلك بعدها على طول. حاضر، بس هو في ايه؟ هفهمك بقى لما اجي، بس عشان خاطري ولا رمزي ولا يحيى يعرفوا ان انا جايالك. برضو؟ هو ايه اللي برضه يا نادية؟ لا ولا حاجة. طيب هستنى تليفونك. حاضر يا حبيبتي، هكلمك. باي باي. هو في ايه؟ اوه. ايوه يا مس نوال. ازيك يا مدام نادية؟ احنا عايزين حضرتك تيجي. في ايه؟ نيلي عملت حاجة؟ لا، هي في المستشفى. مستشفى ايه؟ الحمد لله بسيطة، كدمة خفيفة وداخت شوية، اطمنا عليها ومحتاجة بس ترتاح يومين. شكرا. ليه بس كده؟ صدقيني يا ماما، انا ما ابتديتش، هي اللي ابتدت. لا انتي. مهما حصل بينكم ازاي تعملوا في بعض كده؟ هي اللي زقتني الاول. لا انتي عارفه انتي عملتي ايه. طب ممكن نقول لطنط اللي حصل عشان هي لسه ما تعرفش؟ داليدا زقتني وقالت لي يا تخينه. انا ونيلي فريندز، وجانا من اول لما جت خلت نيلي تتعامل معايا وحش. صدقيني يا ماما، انا ما عملتش حاجه. هي كل ما تلاقيني قاعده مع جانا تتصرف بطريقه غريبه، وكل ما اجي اقول لها تيجي تقعد معانا هي اللي مش بتقعد. وده يوصلكم للمستشفى تضربوا بعض؟ نادية تعالي معايا 5 دقايق بره، عايزاكي. حاضر. اتفضلي اقعدي هنا وحاولوا تتصالحوا. من اول لما جانا جت السنة دي وهي بتحاول تبعد نيلي عن داليدا، كذا مرة داليدا تحكي لي مواقف واقول لها عادي انتوا اصحاب، حاولوا تتكلموا كويس مع بعض. بس واضح بقى ان جانا مش عايزة كده، دايما بتاخد نيلي على جنب وبتتعمد تغيظ داليدا. ليه؟ انا عارفة ان ده سن، بس برضو ما يوصلش بينا المواضيع للدرجة دي. هو بصراحة نيلي قالت لي ان كان في شوية مشاكل بينهم، بس ما كنتش متخيلة ان الدنيا واصلة لكده. ضرب وتنمر ومستشفى. لا دي نيلي ولا دي داليدا خالص. دول صحاب من الحضانة، ازاي يعملوا في بعض كده؟ وهو ده اللي خلاني اقولك ان دخول جانا ما بينهم ليه عامل كبير قوي في اللي بيحصل ده. بصي احنا محتاجين نتدخل ونعرف ايه اللي بيحصل ما بينهم بالظبط. صح. هو الاكل فاضل له قد ايه؟ انا جعان. اطلع غير هدومك وعقبال ما تنزل هيكون الاكل جاهز. عامله لك صينيه بطاطس بالفراخ. حاضر. انا عارفه ان هي اللي زقتك، بس ده مش معناه ان انت كمان تزقيها. روحي اشتكي للمس، اشتكي للمشرفه. انما احنا ما بنردش الضرب بالضرب يا نيلي. اظن اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ولا ايه؟ قالت لي يا تخينه فاستفزتني اكتر. ماما انا عارفه ان انا تخينه، بس انا مش بحب حد يقول لي كده. وجانا بتقول ان هي بتتريق عليا وبتقول عليا كلام وحش. نيلي، احنا بنحب شكلنا ونفسنا زي ما احنا بالظبط. المهم الصحة. الصحة أهم من الشكل يا حبيبتي. بعدين احنا ممكن نعمل حاجات كتير قوي. ممكن نقلل سويتس مثلا، ممكن ما نتعشاش بالليل، ممكن اوديكي فتنس 2 في الاسبوع. صدقيني ده هيفرق معاكي كتير جدا. انتي جميلة قوي قوي قوي. دي احلى واحدة في الدنيا دي كلها.
وانا بحبك قد الدنيا مرتين تلاتة. بس ما تخليش حد يقولك ان في حد تاني قال عليكي حاجة فانتي تصدقيه. لا، قولي لها لو حد قال عليا حاجة ما تقوليليش، انا مش عاوزة اعرف. ما تخليش حد يكركرك للغلط. احنا بنرد على الغلط بالصح، وشوية شوية اللي قدامك هيبتدي يتصرف صح. اوكي؟ ماما، عايزاكي ثانية واحدة. في ايه؟ شريف بره عايز يتعرف عليكي. وده وقته يا ليلى؟ ايه المشكلة يا ماما؟ دي دقيقة. انا بحبك اكتر واحدة فيهم. يلا. هو انت تطلعي كده؟ في ايه؟ وايه اللي فيه؟ هتقابليه كده أول مرة؟ اتفضلي. انا قلقان قوي يا مراد. قلقان من ايه يا عم؟ انت نادية مفيش اطيب منها. شكلي محترم. شكلك محترم. هات اهي. طنط نادية، شريف. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا طنط؟ الحمد لله. شريف كان نفسه يتعرف عليكي من زمان. ماما يا مامي يا مامي، ايه اللي منزلك كده؟ انا مش لاقي البيجامه في الدولاب. كلهم في الادراج فوق، اطلع بدل ما تاخد برد. طب انا جعان قوي. ماشي هاكلك. وانت انا في ايه؟ انا موجوع، ممكن تطلبي دواء مسكن؟ حاضر حاضر حاضر. يلا قدامي. طب احنا هنتقابل تاني يا طنط، اكيد يا صح؟ حبيبي ان شاء الله. يلا قدامي. بقول لك يا ماما انا موجوع، عايزه الدواء. وانا بقول لك حاضر. في ايه؟ المفروض اجيبه في ثانيه تلاقي غيري هدومك. حاضر. اف. ماما، نعم. هو انت ازاي تتعاملي مع الولد كده؟ يعني ايه ازاي اتعامل معاه كده؟ ما انا سلمت عليه. عاوزاني اعمل ايه؟ اخده بالاحضان؟ لا بس على الاقل تعامليه كويس، انت كسفتيه وكسفتيني. ما تتكسفي ولا تتنيلي؟ مش كفايه ان انا اسامحها لك؟ انا غلطانه بجد، لو مش قد حاجه ما تعمليهاش. انت هتذليني يا ماما؟ ما تحترمي نفسك يا ليلى. احترمي انت عقلي. انت شكلك كده عاوزه تتضربي. انت هتمدي ايدك عليا بجد؟ طب انا مش قاعده لك في البيت. يلا في 60 داهيه. بترزعي الباب ليه؟ كده يعني ايه كده؟ لو سمحت يا ماما، انا فيا اللي مكفيني. انا اتعمل لي انصار فصل من الجامعه. واتنيلتي هتتفصلي ليه؟ لو هتتكلمي معايا كده انا مش هتكلم اصلا. يلا غوري انت كمان، جننتوني في عشتي. ايه اللي الادب دي؟ طنط نادية، نعم. بابا بيكلم حضرتك بس انت مش بتردي. مش قادره ارد دلوقتي، ما انت شايف الجنان اللي انا فيه. يا لهوي الرز. انا قلت اكلمك لان الوضع بين البنات بقى وحش قوي بصراحه، واظن انت سمعتي حصل ايه النهارده في المدرسه. اتكلمت مع نيلي وفهمت منها ان جانا مش بترضى خالص ان داليدا تقعد معاهم، وعلى طول عاوزه تاخد نيلي على جنب يقعدوا مع بعض. وبصراحه ده وضع مش طبيعي، وعمره ما حصل غير في وجود جانا. على فكره هم كلهم صحاب، وانا قلت لنيلي انه حتى لو في واحده مش صاحبتكوا قوي عاوزه تلعب معاكوا عادي، يعني ما فيهاش اي مشكله. فانتي لازم تفهمي جانا الكلام ده، حتى لو هي مايله لحد اكتر من التاني ده مش معناه ان هي تعامل الباقيين كده. معلش بس حاجه كمان قبل ما اخليكي تتكلمي، نقل الكلام بين البنات ده مش مقبول بصراحه، ما ينفعش، لازم يحترموا بعض. اتفضلي اتكلمي، انا عاوزه اسمعك. اتفضلي. بس انت اول مره يعني تذاكر لنا. علي ابقى ذاكر لنا على طول بدل ماما، كده احسن. راسك عامله ايه يا نيلي دلوقتي؟ صدق والله مش قادره اذاكر، وانا تعبان لها ومش قادره اذاكر. يا حبيبي خلص اللي بتعمله، وانت يا نيلي خلصي الهوم ورك وريحي شويه. هو ايه اللي مقعده هنا؟ ايه الهبل ده؟ ما هو بيته يعني، براحته يا اروى. فيه ماشي، انا بس مش عايزاه يتضايق لو شافها برومو. لا حسيسه قوي. على فكره هو اكيد انا مش عايزه اضايقه يعني. هي ملهاش علاقه على فكره، ما جاتش على البرومو، هو كده كده هيتفرج على البرنامج. انا بقول لك صدقيني، سيبيه هو اللي يتعود على الوضع الجديد. تعمل ايه يا حبيبي؟ ريحي يا طنط براحتك، انا ممكن اكمل عادي. بجد؟ ربنا يخليك ليا يا رب.
انا فعلا مش قادره. مش قادرة ليه يا ماما؟ من عمايلكم. تعالي يلا عشان تتفرجي على بنتك في البروم. جاي. قاعديني في وسطكم. تعالي. ويتقدم من يمين ويسار أرض الطابور مجموعة أعلام الدول التي شاركت مصر حربها عام 1000. انا ما قصدتش اتكلم مع شريف بطريقه سخيفه، بس الوضع فعلا محرج بالنسبه لي ولسه مش قادره استوعبه يا بنتي. دي كلها حاجات جديده عليا، بس اوعدك ان المره الجايه هحاول اتعامل معاه بطريقه احسن من كده. ده بعيد عن ان ردودك واسلوبك معايا بقوا مش حلوين خالص، فلو عاوزه تروحي تقعدي عند ابوكي يلا الباب يفوت جمل. بقى كده؟ حقك عليا، انا اسفه. بحب. أنا كمان. اما بقى بالنسبه للاستاذه هند ايوه يا ماما. اللي شايفه ان الدكتور مريض نفسي عشان هي بقت مشهوره حبتين، فلو هو فعلا مريض نفسي عنده حق. بس على فكره يا ماما والله انا ما غلطتش. رغم اني مش قادره اصدق او اتعامل ان انتي مشهوره، بس ده في حد ذاته مسؤوليه عليكي، انك تبقي قدوه للي حواليكي. زي ما بتستفيدي وتاخدي فلوس من الاعلانات اللي بتعمليها للناس لانك مؤثره والناس بتقلدك في كل حاجه، ففي الجامعه لو كل الناس مسكت تليفوناتها انتي الوحيده اللي ما تمسكيش تليفونك وتقعدي تركزي في السكشن بتاعتك. ولو شفتي ان معيد او دكتور بيتكلم معاكي بطريقه سخيفه، حتى لو انت شايفه ان هو قصده، اعملي نفسك مش واخده بالك. لو انت قدوه المسؤوليه عليكي يا حبيبتي بتبقى اكتر بكتير من الاول. ولا ايه؟ لو انت عاوزه تبقي نجمه ومشهوره ومهمه، المهم مهم بشخصيته المتواضعه. لازم تبقي بسيطه واقل وابسط من الناس كلهم. فتعالي على نفسك شويه يا نجمه. فاهمه انا بقول ايه؟ فاهم. حاضر بجد. بس بحبك وانتي هاديه كده، بقتنع وانتي هاديه والله. بس بالراحه. حاضر حاضر. بس انا كان يومي صعب قوي النهارده. حاسه بيكي يا حبيبتي، عارفه انت بتمري بايه. أحداث كتيرة طول اليوم بتحصل لازم تعرفها وتفهمها. كل حاجه قدامك هتعرفها وتعرف. مساء الخير. تعالى اقعد يا حسن اتفرج على البرومو. غير زيادة أو نص. شكلك زي القمر. تعالوا. ايه ده؟ يوميا من السبت للأربع مع حسام عصام وأروى يحيى في برنامج كل مساء. في 8 انتظرونا. تحفه، مبروك. تحفه بجد يا ماما. حلوه قوي يا حبيبه قلبي. مبروك يا حبيبتي انت. الله يبارك فيكي. مبروك يا اروى. الله يبارك فيكي يا انكل، شكرا. الله يا حبيبه قلبي انت يا حبيبه قلبي.